ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. جبت الطاسة بتاعتي وشغلت النار وحطيت فيها حوالي معلقتين كبار من الزبدة. اول ما تبدأ كده تسيح معايا جبت معايا الكوسة، انا مقطعها شرايح بالسمك ده زي ما انتم شايفين، وهبدأ انزل بيها في الطاسة. مش قادرة اوصف لكم بقى، الوصفة دي لازم تجربوها، هتحبوها جدا. هبدأ بقى كده انزل بالكوسة بتاعتي في الطاسة كلها، وطبعا زي ما انتم شايفين السمك اللي انا عاملاه. بعد كده هنزل بكل كمية الكوسة اللي معايا، هنزل بيها عشان هشوحها عشان نبدأ نعمل الوصفة بتاعتي. هبدأ بقى انزل بالكوسة بتاعتي بكل الكمية اللي معايا، وبعد كده هبدأ اجيب معايا فلفل اسمر وكمان ملح، وهبدأ بقى كده ايه ارش عليها كده رشة فلفل اسمر، وبعد كده هرش عليها كمان رشة من الملح، بس مش كتير يعني، هي بس احنا بندي طعم ونكهة للكوسة. بعد كده هبدأ اقلب كده الكوسة معايا لحد ما تبدأ تدبل وتتشوح معايا. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الكوسة بالبشاميل. الطريقة بقى بصراحة يعني مفيش اسهل ولا ابسط من كده، والطريقة بجد ناجحة، لما هتجربيها هتحبيها جدا. هبدأ كده اقلب الكوسة بتاعتي لحد ما كده تتشوح معايا وتدبل بسيط. هقلب كده كله مع بعض عشان كمان يخش فيها الملح والفلفل اللي انا حطيتهم. وده كان شكل الكوسة بتاعتي بعد ما دبلت، خدت لون بسيط ودبلت. هبدأ اشيلها من على النار وهجيب البايركس بتاعي. انا هنا عملت البشاميل اللي عملته هو يا دوبك الدقيق على قد مقدار السمنة، ونزلت عليهم باللبن او بالحليب، وحطيت رشة ملح بس، ما حطيتش اي اضافات تانية. وهبدأ كده اجيب بقى البشاميل بتاعي هحطه كده في الصينية، وبعد كده هجيب الكوسة بتاعتي وهبدأ ارص. بس هحط طبقة بشاميل كويسة، لان كده كده البشاميل في الكوسة بيبقى الوصفة دي بتبقى جوسي شوية وهي سخنة. فهبدأ كده أرص الكوسة في واحدة جنب واحدة، طبعا على حسب ما انت حابة. انت ممكن تحطي الكمية يعني على حسب ما انت حابة، تقسميها نصين وتوزعيها في الصينية. هجيب بقى معايا اللحمة المفرومة بتاعتي. انا اللحمة المفرومة بكون معصجاها ومفرزاها، بطلع بس اسخنها. بكون معصجاها بايه؟ بكون معصجاها بصلاية مع فص ثوم مع رشة قرفة وفلفل اسمر وشوية كزبرة وشوية ملح، زي ما تحبي طبعا، اي اضافات تقدري تحطيها. وهبدأ بقى دلوقتي اوزع اللحمة المفرومة بتاعتي على الكوسة، اعملها كده طبقة علشان هرجع احط تاني طبقة كوسة، بس هتتوزع بس كويس كده فوق الكوسة. زي ما انتوا شايفين كل الخطوات سهلة وبسيطة جدا، وكمان في الوقت في التحضير مش هتاخد معاكي اي وقت. هبدأ بقى اجيب الكوسة بتاعتي، احط بقى الصف التاني بتاعها، وهبدأ كده ارص الكوسة جنب بعض علشان البشاميل كمان ما ينزلش على اللحمة المفرومة. بعد ما خلصت طبقة الكوسة بتاعتي هجيب بقى البشاميل، هحط بس كبشتين من على الوش زي ما انتوا شايفين كده، معايا كبشة وكمان التانية. وهبدأ بقى كمان احط هجيب معايا بيضاية وهحطها على باقي كمية البشاميل، وهقلبها. طبعا هتضربيها جامد عشان طبعا ما تستويش، تقلبيها بسرعة. هبدأ كده احط البضاية على حلة البشاميل بتاعتي، وهبدأ بقى انزل بالبيضة عليها. وبعد كده هقلب كده كله مع بعضه، وهضيف كمان رشة من الفلفل الاسمر. وبعد كده هنزل بباقي كمية البشاميل على وش الصينية بتاعتي. طبعا تقدري بعد ما تعملي يعني خطوة زي دي، تقدري ان انتي تدخليها على الفرن على طول. بس انا بحب بصراحة احط كمان عليها اي اضافة جبن. هبدأ كده احط باقي البشاميل على وش الصينية بتاعتي بالشكل دوت، وبعد كده هبدأ اوزع البشاميل بتاعي في الصينية بالشكل ده. طبعا اي حاجة طلعت على الصينية او البايركس بتاعك يفضل تمسحيها عشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. هكون طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 220 علشان لما الصينية تدخل تبدأ على طول في التسوية والتحمير بتاعها. انا هنا تقدري تدخليها زي ما هي زي ما قلتلك، وتقدري تحطي اضافة جبن. انا عندي هنا جبنة موتزاريلا، وهبدأ اوزعها كويس عشان تاخد لون ذهبي كويس من على الوش، ما تبقاش حتة وحتة. هوزع كده بس كويس الجبنة الموتزاريلا بتاعتي بالشكل ده. تقدري تستخدمي اي نوع جبنه انت تحبيه، تقدري تحطي جبنه رومي، جبنه شيدر، المتوفر عندك تقدري تحطيه. بيبقى حلو قوي بصراحه في الوصفه دي. جربي اللي انتي حباه وهتعجبك جدا. الخطوات كلها اصلا مفيش اسهل من كده. ده كان شكل الصينيه بتاعتي. هبدا بقى ادخلها الفرن، هتقعد حوالي من 30 ل 45 دقيقه على حسب حراره الفرن بتاعك. وده كان شكل الصينيه بعد ما طلعت زي ما انتوا شايفين بقى. اللون يعني هي بس مجرد ان هي بتاخد يعني بتغلي غلوتين وتبدا تتحمر منها فيها، وبعد كده ببدا اطلع الصينيه بتاعتي. وده كان شكلها لما طلعت زي ما انتوا شايفين، اللون الذهبي حاجه كده خطيره. دلوقتي انا بقدم الطبق بتاعي، وده كان شكل الخرطة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انت بس تسيبيها تهدى بالظبط 5 دقايق،
10 دقايق بالكتير عشان تطلع معاكي الخرطة بخرطتها كده. لو انتي قطعتيها في ساعتها هتطلع معاكي جوسي بقى، هي لسه جوسي بس سبتها تبرد شوية عشان اعرف اقطعها. بعد كده زي ما انتوا شايفين بقى الحلاوة معايا، وصفة بجد ما تتفوتش، طعمها بقى شكل وطعم وريحة بجد خطير، لازم تجربوها. المكونات بسيطة والطريقة سهلة ومبتاخدش معاكي اي وقت، وكمان الطعم خطير. الوصفة بجد ما تتفوتش وكمان ولا غلطة. الجبنة معايا بتشد، والكوسة مستوية معايا كويس جدا، وكمان اللحمة المفرومة، كله مع بعض ميكس حاجة كده تجنن. يلا بقى جربوا الوصفة، هستنى رأيكم، ألف هنا عليكم يا حلوين.